اقسم بالله انتوا اقل ما يتقال عليكم ان انتوا لعيبه جبانه وعيال صغيره ومش قد المسؤوليه. ايه القرف اللي بيحصل في الشوط الاول ده؟ ايه الاخطاء اللي ما تطلعش من مدافعين اطفال؟ لو جايب شويه عيال صغيره بيلعبوا قدام الاهلي مش هيغلطوا الغلطات الزباله دي. يعني ايه لعيب مش عارف يشتت كوره؟ في الجون الاول حسام عبد المجيد مش عارف تشتت كوره، طول الدوري عمال تشتت وتطلع وتعمل، مش عارف تطلع كوره برجلك. في الجون الثاني مش عارف يدي الكرة لفتوح، فتوح مش عارف، هو مش عارف يستلم الكرة يشتتها يطلعها بره ال 18 يعمل اي حاجة، لا راح يصلحها لاشرف بن شرقي عشان يلعبها لحسين الشحات اللي واقف لوحده واللي مغطي التسلل، وحسين الشحات يلعبها بكل اريحية يسجل جول تاني من غلطة ساذجة اكتر من الغلطة الاولى. قسما بالله شوية عيال بتلعب في الملعب، شوية عيال لابسة تيشيرت الزمالك. قدامك شوط ب 45 دقيقة، لو ما نزلتش استرجلت وصلحت القرف اللي انت عملته اقسم بالله لا هتشوف اسبل ايام حياتك مع جمهور الزمالك الفتره الجايه. انتوا اقسم بالله لو الماتش ده خلص خساره فانتوا انا هسميكوا شويه العيال حتى لو خدت الدوري. بجد لعيبه جبانه ومش قادره ان هي تقف قصاد الاهلي. ده الاهلي جاي لك خلصان، ده الاهلي جاي لك مش قادر. هتفضل لحد امتى بتنزل تترعب من الاهلي؟ هتفضل لحد امتى؟ انزل الشوط الثاني وصلح القرف اللي انت عملته في الشوط الاول وبعد كده نبقى نتحاسب بعد الماتش ما يخلص.